عارفين حتة اللحمة اللي بيتقال عليها بتشم النار تستوي؟ هي دي اللي قدامكم، من احلى قطعيات اللحمة الانتركوت اللي بناخد منها قطعة اللحمة اللي انتم شايفينها دي اللي هي الستيك. بيبقى شكلها كده عبارة عن لحمة حمراء من النص وحواليها اطار من الدهن. العرق لما بيتقطع لشرايح بتبقى الشرايح بتاعته كده بالشكل ده. السمك بتاعها يفضل ان هي تكون متوسطة مايلة الى رقيق، بس ما تكونش تخينة. وكمان يفضل ان هي تكون من الكندوز. هي من القطعيات اللي ما بتاخدش وقت خالص في التسوية على النار، وفي دقايق بتكون استوت وجاهزة على الاكل، وكمان تستها حلوة قوي. هعملها معاكم النهاردة بأبسط الطرق وأحلاهم، طريقة كده ما فيهاش فيها أي افتكاسات ولا حاجات غريبة علينا تغير من طعم اللحمة الأصلي. جبت اللحمة وبهرتها الأول كده من الوشين بملح وفلفل أسود ورشة من جوز الطيب فقط. دلكتها كده علشان أنسجة اللحمة تتشرب التوابل دي، وما تقلقوش من إضافة الملح خالص، مش هيأثر على تسويتها. بعد كده نزلت بشوية من الزيت وعليهم مكعب من الزبدة، وهبدأ انزل في اللحمة قطعة قطعة. والطاسة في الوقت ده المفروض تكون سخنة جدا. شوفوا كده معايا من حرارة الطاسة قطعة اللحمة اول ما بتنزل بتقفل وبتلم على نفسها وبتحبس السوائل جواها على طول، وهو ده المطلوب. نزلت كمان مع اللحمة بعود من الروزماري وعود من الزعتر، وهفضل اقلبها في الزبدة على كل جنب شوية. تقريبا بتاخد على كل جنب 3 أو 5 دقايق بالكتير، وبس كده. بعد كده بتكون جاهزة معاكم. الناس اللي بتحب اللحمة متحمرة واللي بتحب اللحمة فيها شوية كده من الدسم هتعجبها القطعية دي جدا. ما تحاولوش تشيلوا اطار الدهن اللي موجود حوالين اللحمة ده، لانه هو من الاسباب اللي بتخلي طعم اللحمة دي حلو، وكمان بتديله طراوة وبتخليه جوسي. انا محبتش اشيل اي زوايد من الدهن ده من اللحمة من الاول، لان كده كده لما بينزل الطاسة بيسيح وبيقل. بس انتم لو حابين تقللوا نسبة الدسم شوية يبقى بلاش تحطوا زبدة، اكتفوا بس بمسحة بسيطة من الزيت وحمروا اللحمة فيه. وكده كده هي هتنزل بعد كده بقية الدهون اللي فيها وتستوي فيها، وبس كده. جربوها، انا متأكدة ان هي هتعجبكم. انا سارة هلال، ما تنسوش اللايك والمتابعة وتحفظوا الفيديو لو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.